السلام عليكم شباب. رجعنا لكم بفيديو جديد. طبعا مثل ما ذكرت لكم بالفيديو السابق انه اي شيء راح ابدله على السيارة الجديدة اللي هي دات شارجر اس ار تي هيلكت ريد اي. راح اسوي لكم فيديو عليه واشرح لكم شرح مبسط ليش بدلنا هاي القطعة بالسيارة. اليوم اول قطعة راح تتبدل بالريد اي اللي هي الشوتة او بالانجليزي يسموها الانتيك. فتعالوا ويانا خلينا نفتح هذا ونبدله بالجديد. عندنا طبعا مو هواية يعرفون، بس أنا قبل هاي الريداي كان عندي دات شارجر همينة هيلكت، بس ذيك جيل بريك مو ريداي، وكان عليها الكورسة انتيك أو شوتة. ففتحتها من ذيك السيارة وهاي وياها جبناها. طبعا العدة الكاملة هنا، حلم كل شاب عنده سيارة. هاي الشوتة اللي هنا، هاي الكورسة. طبعا عندك هنا كورسة برفورمانس، هاي تبعد فوق هنا، وهاي الادوات الباقية، القفايص والحاجات طبعا اول شي عندنا العدة هنا، راح نحتاج دني اللي هي 16. عندنا هنا دنفيس صغير والدريل. طبعا يوم مضبطكم شمعات لان دا اصور بالجراج وظلمة برا. طبعا الساعة يمي حاليا 9:30 بالليل. تعالوا ويانا خلينا نفك هذا ونبلش نشد الجديد. أول ما نبدي نقول بسم الله. طبعا هذا البرغي شباب راح نحتاجه، راح اخليه هنا. عندنا بعد هاي لازم تنفتح، وعندنا هذا. طبعا هذا الشباب دائما من تفتحوا هذا هنا دائما على كيفكم وياه، لان هذا كلش حساس. فتحت هذا خليه هنا. هذا السنسر. عندنا هسه نفتح هذا. نحتاج هاي الأطول. بسم الله. وإذا أقدر أطلع هاي من هنا هذا كله يطلع، فأعتقد ماكو داعي، بس خل أشوف بعد. نفتح هذا هسه. طبعا دائما شباب من تشتغلون على سياراتكم خلوا لكم شغلة مثل خاولي أو أي شيء جوا البراغي والهاي، حتى داخل السيارة ما يشخط. شوف أنا هنا حتى هنا أنا مخلي للوايرات، وهناك من الوايرات حتى ما تشخط السيارة. بسم الله. هذا طلع هنا. المفروض هذا هم يجي ويانا، بس هاي لازم نفتحها. طبعا هاي أكثر شغلة تضوج إن تريد تفتح الانتيك. فجايب لكم هذا. يلا ما صار شي. عندك هذا هيت جن، إن شاء الله. يا الله شنو ظل اشتغل. صبر يا معود. يا ستار ما تتحمل. فشوية هنا شباب حرارة. هذا اعتقد ما يحتاج نفتحه.
اذا هذا يطلع عنها اي بس هذا هنا تجي تفتح هاي من هنا على كيفك، تحمل هاي شوية هنا. وبالعادة لازم تفتح هذا الطلعة حتى يصير اسهل لك تفتح هاي، بس خلينا نشوف بلكت ما يحتاج. بعد لها شوية قوة. يا الله الحمد لله. خلينا نشوف هسه هاي ايش صار بيها. ايوه ساعدنا هذا. يا الله بسم الله. اوه لازم هاي هي المشكلة. اوكي هسه افتهمت. نحاول هاي تصير، لازم ما تصير، لازم الا نفتحها ونطلعها. يلا اوكي مو مشكلة. شيل هاي، شوف هاي القديمة شيلها نخليها هنا. دا اشوف التصوير من هنا. عندنا هسه هاي لازم تطلع. شلون هاي نطلعها؟ لازم نفتح ذني البراغي. نجيب هذا. ايش يحتاج من عندنا؟ هذا يحتاج تقريبا هذا. لا هذا صغير. شوف هذا بالكثير يشتغل، المفروض هو هذا. لا هذا صغير، بعد شوية الأكبر. عندك هذا، خلينا نشوف هذا بالكثير. هذا أعتقد فيت. لا هذا الكبير. شنو صار فيه؟ 32. هذا المفروض يشتغل، المفروض. يلا اي هذا المفروض. نجيب هاي شكله هنا. صار الدرير راح يدخل. خلينا نشوف. بسم الله. شنو خشابي. بسم الله. شلونك التيب. خلينا نجيب. لا هاي ما ترحم. هاي المفروض ترهم عليها، بس لازم بالاول خلي هاي هنا. طبعا هاي العدة كلش حلوة. يا الله. طبعا هاي الضوج. خل اشوف. هاي ما احتاجها بعد، ما طلع. هاي عندي هاي. اوكي بسم الله. طبعا الحرارة تقتل. هاي عداني قلت اجي اخلي السيارة شوية بعدين اشتغل عليها، بس الحرارة كلش قوية. بس يلا ما يخالف، تستاهل الرداي. هاي هنا طبعا هاي الشوتة مال الشركة تجي على الريداي، بس الريداي والسوبر ستاك والديمن اعتقد. اي خلي هاي همين هنا. ما شاء الله اشكبرها. طبعا شباب السبب انه انا ما شلت هذا ذني، شلت ذني ما شلتن كلهن سوا، لان عندنا هاي هنا لازم تطلع.
وتضوج كلش بشكل مو طبيعي. يا الله ما مشلبة من بشي هي بس بهاي. يا الله هاي مال الشركة لازم دائما شباب يشيلون هاي يمينه. هاي ايش يطلعها؟ اعتقد ما نحتاجها على ديشة ثانية. اي ما اعتقد نحتاجها لان موجودة هاي. اي خلي هاي يمينه هنا. طبعا اول شي نجيب هاي يا ترى هذا راح يكفي. يقعد هنا خلينا نشوف. اذا ما كفى هاي ما نحتاجها بس خلينا نشوف نحاول وياها. عندك هذا راح يقعد هيجي. اي ما اعتقد يكفي بس خلينا نشوف نجرب. المفروض يكفي المفروض. طبعا بعد قبل كل شي همينا لازم نفتح. اوكي استناني ايش قد هنا تقريبا نحتاج هاي او هاي. فيت يا الله هاي صغيرة وكبيرة. هاي كبيرة صغيرة خليها هنا. طبعا هسه اشوفكم ليش راح نفتح هاي شباب. شو هذا هم راح نحتاجه نرجع نحتاجه او يمكن لا ما نحتاجه. راح نحتاج هذا بمكانه. اي عندنا هاي لازم هسه نشدها هنا. شلون راح تصير؟ راح تصير هاي يا شباب تصير هيك. اي يا الله هاي لازم تندفع جوا. شوية تضوجنا. يا الله طبعا دائما انضبهن بيدك بالاول بعدين بالدريل. يا الله حتى بس شوية ياخذ السن. نوب نضب هاي على كيفنا ما يحتاج حل. هاي كلش تمام. بس هذه هاي تقعد هنا. اوكي حلو. سنجيب هذا البرغي اللي قلت لكم عليه راح نحتاجه اللي هو هذا. نضب هاي ونقول يا الله. اوكي سنجيب هذا. هاي طبعا تنفتح. خلي الشوتة خليها بهذا الطريقة. وطبعا الشوتة بيها قفيص. هذا ويا القفيص خلي عليها. طبعا هم هنا قبل كل شي لازم لأن القفايص نسويهن بالجهة الصحيحة.
طبعا كلش سهل شباب. شوية أكبر هذا مضبوط، بس هذا أكبر. اوكي يعني هاي كلها ما نحتاجها، نجيب هذه. يا الله، نزل هذا شوية القفيص حتى تكون هاي راخية. يا الله، طبعا شباب ما تتوقعون درجة الحرارة، فرت والله العظيم، فرت حارة، بس أحسن من ما أسويها بالنهار، يعني بالنهار تكون حارة أكثر. ما شاء الله شو بسرعة، حتى يبقى شوية يطلع. يلا هذا لازم ينضب على هاي هنا بالطريقة الصحيحة. اوكي هسه احنا هذا بس اشوف الوشرات يقعدن بالطريقة الصحيحة. اوكي يا الله، من هاي نضعها هذه الشوتة لازم طبعا ما تقعد عدل للنهاية. اوكي خل افتح هاي بسرعة. بسم الله. هسه نقدر نتحكم بيها افضل. يشوف يا الله، المفروض قاعد عدل، بس هاي لازم المفروض قاعد عدل. بس نجيب هذا الدر نفيس. يا الله اتأكد، بس اتأكد من هنا كله تمام. حلو، ضبه شوية. تأكد انه ما طالع، كله تمام. حلو، هذا تأكدنا منه انه قاعد وكل شي تمام. سنجي على هذا. يا الله، هاي لازم شوي افتحها صاعدها. شاجة الضابة هيك. هسه تمام. اوكي
هسه نجيب هاي الثانية نقعدها عدل همينة حتى تصير تمام. اوكي، دائما نتأكد الشباب انه هاي الزاوية اللي هنا مضبوبة صح، متأكد من جوا همينة انه اوكي. يا الله بسم الله. اوكي لا غلط، طلعت شوي من جوا. دائما نتأكدوا انه متوازنة ولا تضبوا هواي. ايوه كله تمام. هسه هاي بس اتأكد منها شوي اضبها. هاي اوكي، صعدنا هاي نرجع نضبها بسرعة. هو هذا الورغي. بسم الله. مثل ما قلت لكم دائما ضبوهن بيدكم بالاول بعدين بالدرايل. اوكي حلو. هسه هذا كله تمام. هاي هنا اللزق مالها طلع بس يلا عادي. اوكي اوكي. ساعدنا هاي هنا الصوندة شوية المعقدة همينة. هاي تقعد من هنا اللي هنا. ما ادري، خلينا نشوف لون. مفروض هيش تمام. ساعدنا هاي تقعد هنا. يا الله. عندك السنسر هذا السنسر راح اخليه ما اشده حاليا، بس اريد اشد الكفر هذا مال كورسي. نوب ارجع اشد يا الله ارجع اشد استغفر الله نسيت، الله من على الشيطان. ارجع اشد الفيوز او السنسر مال هنشوف هذا. تعال انت. لا مو هذا يراد لك، مفروض هذا. اي هذا. دائما تأكدوا الشباب انه هذا ما يظل شوية يتلاعب وياك، لان مرات يخرب الدرنفيس ويخرب البرغي. طبعا نشد واحد احسن. طبعا دائما اضوج منه لان مكانه مزعج، بس نقول يا الله ونشتغله. بسم الله. هي هنا حلو. اوكي، نجيب الاسبانة الصغيرة، خلي هذا هنا. دا ضب له دا افتح. اوكي لا دا افتح سنضبه. هذا يفتر يمكن. لا والله وانا ما يحتاج بقوة على كيف.
هذا شكلت واحد، وبعد هذا الثاني. هذا الثاني شوية مكانه كلش مزعج، من أقول لكم كلش مزعج، يعني صدق كلش مزعج. أعتقد هسه أفتح البرغي وشد هذا إنه برجع أحسن لي، أسرع لي. ليش أدوخ نفسي صراحة؟ دقيقتين تجي. هسه نعدل هاي، لو الكعبة هاي راح تنكسر، مو باقي لها شي. وإذا رجعها الطق يمكن. يلا خلينا نشوف. بالكت ما تطق، يعني إذا طوق شوف المكان المزعج. بس يلا نقدر. يلا اوكي. هسه نفس الحالة، فلت. اوكي سلام. اتوقعين بليز اوكي. هي الحمد لله. هسه لازم هاي على كيفنا وياها حتى ما تطق. نقول يا الله. يا الله. بسم الله. اوكي شباب، هسه كل شي تمام الحمد لله. تأكد من هاي، دائما تأكدوا من الصندات هاي ترجع بمكانها. هسه هذا الفيوز او السنسر لازم نرجع بهالطريقة. ويدخل النوبة تفرع، المفروض يصير هيك. يا الله. تأكدوا. طبعا هيجي كملنا شباب. طبعا بالعادة ما ياخذ وقت طويل إذا تعرف انت ايش تسوي، بس إذا ما تعرف ايش تسوي الصراحة ياخذ وياك فد ساعة أو أكثر. شده كلش بسيط. هذا القديم طبعا راح أضمه، خاف بالمستقبل نبيع الريداي نرجع نشد هذا وناخذ هذا، لأن هذا كلش غالي سعره. وطبعا نجي على فائدة الشوتي. أول شي تعلي صوت السوبر تشارج، يصير كلش عالي، يعني ما تتخيلون، يعني فرق من 30% إلى 100% الصوت مال السوبر تشارج من الداخل ومن الخارج. كشكل كاربون فايبر بعد. طبعا وسخ حاليا، هي السيارة كلها وسخة، يعني الجو كلش متقلب عندنا، ما تعرف ساعة مطر ساعة شمس. طبعا شغلة وحدة هاني خايف منها، واللي هي هاي اللي هنا، اعتقد هاي لازم نشيلها، واذا ما نشيلها الصندوق البنيد اعتقد ما ينسد. ذكرت لكم شنو فوائدها: تنفس السيارة والصوت العالي
وتبرد السيارة أكثر. طبعا عندي بعد oil catch can أسوي لكم فيديو ثاني عليه إن شاء الله، وهمين أشرح لكم شنو فائدته. كان وياكم أخوكم علاوي، سوونا لايكات وكومنتات وشيرات وسبسكرايب، وإن شاء الله نشوفكم بالفيديو الجاي وأسمعكم صوتها. وتابعونا على الانستغرام. طبعا ما راح أقدر أشغلها شباب الصراحة، لأن ساعة أعتقد 10 ونص حاليا، والجيران نايمة، وتعرفون إحنا هنا ينامون من وقت، وما أقدر أشغلها حاليا. وعندنا الشمعات كلها تكتيك عراقي. شوف هاي هنا شلون مسويها، جايب لها شناطة خليتها باية. جبت لكم تضبيطات حلوة، ضوء من كل مكان. طبعا أنا عندي أضوية بالجراج، بس المشكلة مفاتيح بنيد يغطن على الضوء. وشباب أنصحكم بالعدة الكاملة. العدة سيارة سبورت، أو مو شرط سبورت، اللي يحب يشتغل على سيارته بيده، أو اللي يحب يشتغل بشكل مختصر يحب يشتغل على سيارته بإيده، تكون عنده من هاي العدة كل شي بيها ما شاء الله، كل شي تريد بيها. طبعا هذا اليوم ساعدنا كلش بالفتح. دائما همين إذا عندك هيت جن بهاي الصوندة اللي هنا، حاول على كيفك وياها، لأن إذا ينكسر هذا سعره كلش غالي. فدائما شوية هيت وبحرارة مو كلش عالية، حتى ما تموع عندك الصوندة مال الشوتة القديمة. طبعا هذا كله تمام. طبعا والله بدي هسه اطلع بالسيارة، بس كلش تعبان واسمعكم صوتها. بس ان شاء الله اسوي لكم فلوج حول المنطقة وحول الصوت شلونه. وتابعونا على الانستغرام، تابعونا على التيك توك، تابعونا على الفيسبوك. وان شاء الله الفيديو ينال اعجابكم، ونشوفكم على خير.